وانا قاعد والله اتنقطت، قعدت اخبط قاعد لوحدي. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية، ويهاجم شيكابالا وعبد الله السعيد بسبب إمام عاشور. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك، فقد انهار الإعلام الزملكاوي عمرو أديب وقال بعد هذه المباراة: يا فرحة الأهلاوية وتركي آل الشيخ فيا. أنا قلت امبارح مع تركي آل الشيخ إن الزمالك هيفوز على الأهلي 2-1، وأنا من جوايا عارف إن الأهلي هيفوز وبنتيجة كبيرة كمان. بس هعمل إيه؟ كنت بعشم نفسي وبعشم الزملكاوية إن الزمالك ممكن يكسب، بس الأهلي ما عندوش يما ارحميني، نزل ضرب في الزمالك ومفيش أي رحمة. الأهلي على طول كعبه عالي على الزمالك في أي مكان، يلعبوا في الإمارات، يلعبوا في مصر، يلعبوا في السعودية، الكل عارف إن الأهلي هيكسب الزمالك. يجيبوا بقى حكام مصريين، يجيبوا حكام أجانب، برضو الأهلي هيكسب. وأنا قلت عبد الله السعيد مع الصفقات الجديدة هيعملوا حاجة للزمالك، طلعوا كلهم في شنك وما عملوش أي حاجة. واحدة من إمام عاشور بكل صفقات الزمالك. وشفنا إمام عمل إيه في مباراة النهاردة، كان بيعمل كل حاجة. والله أنا عندي مصادر هنا في السعودية، في أندية كبيرة في السعودية عايزة إمام عاشور بسبب اللي عمله مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وفي كأس العالم للأندية. إمام عاشور يا جماعة ده أحسن لاعب في مصر، منك لله يا مرتضى يا منصور أنت وعيالك اللي فرطت في لاعب زي ده للنادي الأهلي. والله يا جماعة الزمالك ده هيجنني. وقبل الضغط والسكر ده انا مركب دعامتين بسبب تشجيعي للزمالك. والله انا لو اهلاوي كان زماني عايش في سعادة مثل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. جمهور الأهلي عايش سعيد ومزقطط، احنا يا زملكاوية عايشين في نكد على طول، والضغط دايما عالي عندنا. وشيكابالا كان بيحفز اللعيبة وبيقول لهم احنا هنفوز على النادي الأهلي وقادرين نرجع بالكاس. ده عشان إبليس يا شيكابالا في الجنة. تكسب مين يا عم شيكا؟ ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي معلم علينا على طول من ساعة ما وعينا على الكورة والأهلي بيكسب الزمالك. والله يا فرحة السعوديين فينا دلوقتي. أنا بطالب تركي آل الشيخ بإقامة مباراة بين الأهلي والهلال السعودي في أقرب وقت ممكن، عشان الهلال السعودي هو اللي هياخد طار الزمالك من النادي الأهلي. احنا عارفين إن الهلال السعودي هو أقوى فريق في الدول العربية دلوقتي، وهو اللي قادر يكسر كبرياء النادي الأهلي. ما هو مش معقول الأهلي هيفضل يكسب الزمالك وإحنا ساكتين، لازم نعمل أي حاجة عشان نكسر كبرياء النادي الأهلي دوت. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد.